المغرب يقود أكبر مناورات عسكرية في إفريقيا بشراكة أمريكية. الأسد الإفريقي 2025 يزأر من أكادير تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. انطلقت الدورة 21 من مناورات الأسد الإفريقي 2025 في 12 من مايو الجاري بمشاركة 30 دولة من قارات العالم، لتؤكد المغرب مجدداً مكانته كقوة أمنية رائدة في إفريقيا عبر شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية. أرقام قياسية ونجاح عالمي: 10,000 جندي من دول مثل الولايات المتحدة، فرنسا، السنغال، غانا ودول أوروبية شاركوا في تدريبات برية وبحرية وجوية، مع تركيز على مكافحة الأسلحة النووية والإرهاب. تضاريس متنوعة: امتدت المناورات إلى مدن أكادير، طنطان، تيزنيت والقنيطرة، مستفيدة من البيئة المغربية الغنية لاختبار قدرات التدخل السريع. قيادة ملكية ملهمة بتوجيهات مباشرة من الملك محمد السادس الذي يعتبر حجر الزاوية في تعزيز الأمن الإقليمي. نجحت المناورات في ترسيخ التشغيل البيني بين الجيوش المشاركة، وبرز دور الأمير مولاي رشيد والأميرة لالة مريم في دعم المشاريع الإنسانية الموازية، ما يعكس التكامل بين البعد العسكري والتنموي. شراكة مغربية أمريكية، تحالف من الحديد. تعد هذه المناورات ذروة التعاون بين القوات المسلحة الملكية وأفريكوم، القيادة الأمريكية لإفريقيا، خاصة بعد اتفاقية 2020 التي جعلت المغرب أكبر مستورد للأسلحة الأمريكية في إفريقيا بقيمة 8.5 مليار دولار. إرث إنساني إلى جانب القوة. إلى جانب التدريبات القتالية، شملت المناورات أنشطة إنسانية مثل الطب الميداني والمساعدات البيطرية، مما يؤكد رؤية المغرب في دمج الأمن مع التنمية المستدامة. بقيادة محمد السادس تثبت المغرب أنها قلعة الأمن الإفريقي عبر الأسد الإفريقي، مرسخة نموذجاً فريداً للتعاون العسكري الدولي بقدرات بسيطة ونتائج استثنائية. شاهد الفيديو للتعرف على تفاصيل الملحمة العسكرية التي تعيد تشكيل خريطة الأمن في القارة السمراء.